ارتفاع ده كده كام متر كده يا استاذ؟ 17 متر لما ده 17 متر للنهايه. النهايه فوق خالص. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بصراحه كنت طالع خايف. لا ما شاء الله العش جامد يعني، ان شاء الله ما تقلقش منه يا ان شاء مصطفى الله. خالص، ان لان شاء احنا الله. اصلا لسه عاملين له تجديد من حوالي 6 7 شهور. هو ما شاء الله يعني الخشب لسه بتاعه اصلا بحالته وباين عليه جديد. ما شاء الله. الغرفه دي كلها الكبيره دي الطوب الاحمر في الجنب ده كله. اللي هي الاوضه اللي بالطوب الاحمر ده يا جماعه. الأوضة دي اللي فيها اللاحم دي دي. اللي فيها اللحم دي. ما شاء الله. غرفه كبيره يعني على قد عنبر كده. ما شاء الله. انما الغرفه الثانيه الصغيره اللي تحت دي اللي كان فيها الحمام طبعا هي حواليهم كله ابراج اهو ما شاء الله من كل اتجاه. هنا برضه برج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. النهاردة معانا مزرعة حمام صغيرة كده للبيع إن شاء الله في دمياط، بلد الأستاذ أحمد بركات الروضة. هو صديق الأستاذ أحمد بركات معانا. الأستاذ عرف الناس باسم حضرتك. اهلا وسهلا بكم، معكم اخوكم احمد محمد الباز. اخوكم احمد محمد الباز صديق شخصي للاستاذ احمد بركات، ومعظم الحمام ده من عنده، معظم الحمام ده من عند الاستاذ احمد بركات. والحمد لله بفضل الله يعني ما الحمام ده طبعا كلكم شفتوا الفيديوهات بتاع الاستاذ مصطفى، والحمام ده طبعا انتوا عارفينه كويس جدا جدا بسبب ان انتوا اتفرجتوا طبعا على الفيديوهات بتاعت الاستاذ احمد. والحمد لله معظم السوريات اللي عندي هنا 90% من عند الاستاذ احمد بركات باذن الله. ربنا يبارك إن شاء الله. كم جوز يا أستاذ أحمد؟ حوالي من 20 ل 25 جوز. تمام. كلهم لحم بيور زي ما انت شايف حضرتك وزي ما انت عينتم يا استاذ مصطفى، وان شاء الله يعني اللي هياخدهم مش هيزعل منهم باذن الله. هو انا شفت الحمام، لكن هو الاستاذ احمد يعني انا لومت عليه ان هو ذبح الزغاليل امبارح، فانا كنت احب ان انا اصور زغاليل، بس هو في زغاليل صغيره وفي بيض يعني، ومعظم الحمام بيطارد، بس طبعا الناس كانت بتحب تشوف الزغاليل. هو انا شفت الحمام ما شاء الله صحته كويسه، ولسه والله ذبح الزغلول بتاع امبارح، وان شاء الله هتشوف الفيديو معظم الحمام تحته بيض او تحته زغاليل. والحمام التاني اللي لسه ذابح عياله حتى امبارح بيطارد كله ما شاء الله. ما شاء الله. هو الاستاذ احمد بيني وبين دمياط يعني تقريبا شفتها كده 14 كيلو. الروضه، مدينه الروضه صح؟ تمام، مدينه صح؟ ان شاء الله. قول رقمك للناس، رقم موبايل. 0100 42 66 713. تمام. هنبص بقى كده على الحمام. ما شاء الله هو برضه بيحضن 3 زينا اهوت، لكن هو احنا زي ما قلنا ذبح الايه ما شاء الله. ما شاء الله 3 والاهالي قايمين بيهم تمام ما شاء الله. تمام ما شاء الله مأكلين عليهم اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يبارك ما شاء الله. واحنا ماشيين كده الحمام بيطارد يا جماعه، برضو اللي ما معهوش حصى بيطارد او ما شاء الله. هو مدبل الاستاذ احمد، مدبل الحمام بحيث ان هو اي حد يحتاج قص او 2 أو 3 يعرف يطلعهم يعني بسرعه. والحمام سايب لكنه هو عارف الحمام اهو ما شاء الله، شايفينه بيطارد. ده اللي ما فيش معاه حاجه. وفي تاني بقيه الحمام كله معظمه معاه بيض اهو، ده معاه بيض. اللي انا عايز ارجوك فيه يعني عشان الناس بتثق فينا، لو في فرد عندك بيطلع بيض فارغ او ربنا يكرمك، ما هي دي، لا والله او نتايه بتبيض بيضه واحده او نتايه عطال يعني ايه. لا الحمد لله بفضل الله يعني اي حاجه عشان الناس هتشتري الحمام ثقه يعني على ضمانتي يعني. لا ان شاء الله بفضل الله. اي ذكر ان بيضه اتكسرت، هنا بيضه اتكسرت من وبضم في نفس اليوم. فقمت جايب البيضه حطيتها جنب اخواتها عشان التانيين ايه، فبيستعجل القص التاني ان هو يبيض مره تانيه يعني. تمام. بدل ما تسيبهم راقدين على بيضه واحده فبتجمع ال3 بيضات. تجمع ال3 بيضات فعلا. تمام اهو يا جماعه. وهنا ما شاء الله اهو، هنا ما شاء الله نفس الكلام برضو 3 اهو ما شاء الله. الناس يعني مش مصدقين ان هي موضوع ال3 بيضات ده، الناس مش مصدقه. لا والله الحمد لله نايمه على وانا ما شاء الله شكل البيض ده فقس تقريبا ولا ايه؟ طلع فقس. انت ما شفتهمش، انا شفت القشره اللي هناك ده عرفته. ما شاء الله ملبنين كويس استاذ احمد ما شاء الله. اهم حاجه عندنا دي ما شاء الله. الحمام هو نفس حمام الاستاذ احمد بركات. الناس كتير اللي كانت طالبه يعني الحمد لله احنا عملنا الفيديو، قلنا اللي عنده حمام عايز يبيعه هنبيعه له، وان شاء الله الرزق جالكم اهو. وانا برضو زغاليل ما شاء الله.
مهم قوي موضوع اللبه ده استاذ احمد. تمام ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. تمام هو ده اللي يهمنا، ده يبين ان صحه الحمام كويسه ان شاء الله. ما شاء الله. ربنا يبارك ربنا يبارك. يلا اكبر زغاليل عنده عند الاستاذ احمد. هنا ما شاء الله برضو زغاليل تاني اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. هنا زغاليل لسه فاقسه برضه اهي ما شاء الله. هنا ايه بيض ولا زغاليل؟ بيض ما شاء الله ما شاء الله. هو عاجبني حجم الحمامه برضو عندك يا استاذ احمد ما شاء الله، ربنا يبارك. هنا برضو بيض اهو ما شاء الله. هنا برضو ما شاء الله البيض اهو. طيب تحب تقول لي السعر يا استاذ احمد؟ والله هي المجموعة على بعضها كلها ان شاء الله، لو حد هياخد المجموعة على بعضها هتسهل معاه فيها شوية ب 250 جنيه. لو حد هياخد قطاعي زي ما الناس بتعمل الجزء قطاعي ب 400 جنيه. ب 250 250 للجمله كلها. للجملة كلها في المجموعة على بعضها، لو حد هيشيل كل المجموعة على بعضها. و400 للفرداني. 400 لو هياخد جزء بجزء يعني، عشان هيقعد مثلا بقى وقت وكده طيب هيجي يستلم من البيت ولا في شحن؟ لا الاستلام من البيت، عشان موضوع الشحن ده يعني ما برجحوش كتير. اللي يبقى الاستلام من المنزل في الروضه دمياط، مدينه الروضه تبع مركز فرسكور دمياط يا جماعه. التحديق ده عبارة عن مخلوط أملاح معدنية. مخلوط أملاح معدنية وجواه شعير وجواه قرطم وبعض حبات العدس، وجواه معظم البذور بقى اللي احنا بنسميها بذور الطاقة عند الحمام، اللي هي بذر جرجير وبذر كتان وبذر فجل، وبحط فيه برضه حبوب رشاد وسمسم وحبة سودا وما شاء الله يعني حاجات كتير. بحط فيه خميرة برضه وثانوي فوسفات صوديوم اللي بيساعد على إنتاج البيض وتقوية قشرة البيض برضه. انا شايف يعني اهتمام من حضرتك يعني كويس. تمام بس عايزين نشوف الكيس ده اللي هو ايه الحاجه البيضه ده. حاضر. هو ده الكيس يا جماعه، هو اللي هو بيضيفه على التحديق، اللي بيعمل منه التحديق بيضيف عليه هو البذور الطاقه اللي هي الكيس ده بيجي دي. جاهز حضرتك كده من عند الناس بتوع الحمام، وانا اللي بضيف عليه المكونات التانية من عند العطار. ما شاء الله. فسفور كالسيوم عظام سبيت كربونات كالسيوم واملاح معدنيه فيتامينات والف د 3 وكاف 3 وهي سيلينيوم. ما شاء الله يعني مهم جدا للحمام ده. كده خلصنا موضوع فيديو النهارده. ولو حد في دمياط او خارج دمياط قريب من دمياط عنده كميه حمام لاحم مستوى كويس زي الحمام ده يقول لنا برضه ونبيعه له على القناه، لان في ناس كتير كانت عايزه حمام، طالبه حمام مننا، حتى فيهم ناس في الصعيد. احنا حبينا نقرب للناس، لو حد من بعيد يقول لنا برضه ان هو عنده حمام للناس اللي احنا ما بنعرفش نشحن لها الحمام. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك بقى الاستاذ احمد كبير، احنا ما طلبناش لايك من الناس خالص. حبيبي يا